في ناس كتير فاكرة إن غضب ربنا لازم يجي في صورة مصيبة، مرض، خسارة، لكن القرآن والسنة علمونا حقيقة أخطر. غضب الله أحياناً بيجي في صورة هدوء، هدوء يخوف، لأنك ما بتحسش إن في حاجة غلط. خلينا نفهم علامات غضب الله زي ما ربنا وصفها، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء قالوا. أول علامة: قسوة القلب وعدم الإحساس بالذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الطبيعي إنك تحس بالذنب بعد الغلط. لو الغلط بقى عادي والذنب بقى روتين، دي علامة خطر، علامة إن القلب بيتقسى. تاني علامة: تسويف التوبة، إنك تقول هتوب بعدين، لسه بدري، لما رتب حياتي. ربنا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. العلماء قالوا تأخير التوبة دليل قسوة. تالت علامة: إن تتفتح لك الدنيا مع الغفلة. ناس كتير تفتكر إن الرزق الواسع يساوي دايما رضا، لكن القرآن قال غير كده. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. العلماء قالوا ده اسمه الاستدراج، إن ربنا يسيب العبد ويديله وهو فاكر نفسه تمام، لكن الحقيقة إنه بيتسحب بهدوء. رابع علامة: إنك تبرر الغلط وتهاجم اللي بينصحك. بدل ما تقول أنا غلطان، تقول هو مين مش بيغلط؟ كل الناس كده، ده زمن صعب. ربنا وصف الناس دي وقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. العزة هنا مش كرامة، دي كبر يمنع التوبة. خامس علامة: إن الطاعة تبقى تقيلة على قلبك. الصلاة تقيلة، القرآن ممل، الذكر تقيل. ابن القيم قال: من عقوبة الذنب حرمان الطاعة. يعني العقوبة مش دايما مصيبة، أحيانا حرمان. سادس علامة: الحرمان من النصيحة. مفيش حد بينصح، أو اللي ينصحك تبعده، أو تحيط نفسك بناس شبهك. ربنا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. السلف قالوا: من علامات الخير أن يرزق العبد ناصحا. سابع علامة: إنك تصر على الذنب وتستهين بيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة مش بس إنك تنشر الذنب، لكن الاستهانة بيه، وإنك تصر عليه وتكرره وإنت مش ندمان ولا ناوي تبطل. الإصرار أخطر من الذنب نفسه. ابن رجب قال: الذنب الصغير مع الإصرار يصير كبيراً. تامن علامة: الأمن من غضب الله المبطن أو مكر الله. ربنا قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ده تحذير شديد للمؤمنين من الاستهتار بعقاب ربنا أو الشعور بالأمان المطلق من تدبيره. مكر الله حاجة كبيرة جدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي مبشر بالجنة قال: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. فمتخيل الموضوع كبير إزاي؟ هتلاقي ليه فيديو على القناة بيشرحه بالتفصيل. نكمل. العلماء قالوا: الخوف مع الرجاء يساوي إيمان، الأمن مع الإصرار يساوي غفلة. طيب، لو حسيت بأي علامة من دول، دي مش رسالة هلاك، دي رسالة رحمة، لأن ربنا قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طالما لسه بتسأل ولسه قلبك قلقان، يبقى ده إنذار رحمة مش حكم هلاك. فارجع لربنا، لأن الباب لسه مفتوح. مش كل ابتلاء غضب، ومش كل نعمة رضا، والعلامات دي لا يحكم بيها على شخص بعينه، لكنها مراية يراجع بيها الإنسان نفسه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة
ولايك وشير.